السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمود أحمد والجزء الثاني من كورس الأساسيات. بنتكلم إن شاء الله النهاردة عن الباس ستيتمنت. ليه ببدأ أستخدم كلمة باس؟ الفكرة في الكلمة دي إن أنا بستخدمها علشان السنتكس بتاعي يكون مظبوط، لكن هي مش بتنفذ حاجة. يعني هي عبارة عن نل اوبريشن. لما أنت بتكتب الكلمة دي مفيش أي حاجة بتحصل في الكود. طب ليه هي اتعملت مادام مفيش حاجة بتحصل في الكود؟ كل الفكرة مثلا لو أنت بتعمل بروجكت كبير، فأنت عاوز تقسم البروجكت ده لكلاسز بسيطة. الكلاسز دي تقدر إن أنت بعد كده هتكتب الكونتنت بتاعه او البادي بتاعها بعد كده، فبتعمل كل اسم كلاس او كل اسم داله وبتكتب كلمه باس عشان تقدر تتعامل معاه. هنتعامل معاه ان شاء الله بعد كده لو احنا بنعمل بروجكتس. وخلينا دلوقتي نشوف مثال بسيط عليه. تعال نشوف المثال ده. بقول له فور لتر لكل حرف عندي موجود في كلمه بايثون اف لتر بيساوي اتش. لو الحرف ده موجود في اتش اعمل باس. الفكره هنا ان مفيش اي حاجه هتتنفذ، بس الفكره ان انا حطيت تحتها كلمة print this is base block عشان يطبع لك الجملة دي أول ما يوصل ال H. طب وبعد كده هيطبع ال H تاني عادي لأن هي مش هتأثر على اللوب بتاعك. طيب تعالى نشوف المثال ده. هذا الكود بتاعي اللي هو ده. تعالى نقول for letter in بايثون if لو اللتر اللي عندي ده بيساوي اتش هتعمل ايه؟ هعمل كلمة باس وبعد كده هطبع كلمة باس بلوك، وبعد كده بره دي هعمل جملة برنت لكل حرف منهم واطبع اللي هو الحرف. تمام. تعال نسيف دي كده. تعالى كده نعمل رن للكود طبع الكلام. طيب تعال نشوف ايه اللي حصل. زي ما قلنا اول حاجة يعملها هيروح ينفذ اللوب، هيروح على كل حرف في كلمة بايثون كل حرف لوحده وينفذ عليها العمليات دي كلها. فيروح على حرف البي يتأكد هل الحرف ده بيساوي اتش؟ لا، فيطلع من اف ويروح ينفذ كلمة برنت كرنت لتر ولتر عشان كده طبع البي. بعد كده يروح على حرف الواي ينفذ عليه اللي تحت، يشوف الواي ده بيساوي اتش؟ لا، يطلع من اف دي ويطبع كلمة current letter ويطبع اللتر اللي هو الواي. يروح للتي ينفذ الاوبريشن اللي تحت فما يلاقيش بتساوي الاتش، فيطلع من اف ويطبع حرف التي. بعد كده يروح على الاتش فيلاقيها بتساوي الاتش فينفذ الباس اللي مفيش اي حاجة اصلا null اوبريشن. تمام. وبعد كده يعمل برنت باس بلوك وده اللي حصل، وبعد كده يروح يطبع الاتش زي ما كانت وزي ما شفنا. لو انا مثلا بعمل بروجكت كبير هوريك حاجه بسيطه. مثلا بعمل مثلا كلاس ستودنت مثلا. تمام. وبعد كده مثلا انا عاوز تحت عشان السنتكس بتاعي لو انا جيت تحت هنا عملت اسمها كلاس امبلوي. تمام. وبكتب هنا البلوك اللي انا عاوزه. لو انت جيت ترن الكود هيحصل مشكله. لو انت مثلا كتبت كود هنا print ويلكم مثلا، تمام، وجيت تسيف وجيت ترن الكود هيحصل مشكله. تمام. الفكره ان انت بتستخدم كلمه باس علشان السنتكس بتاعك يبقى مظبوط. طبعا اعمل رن هتلاقيه طبع لك كلمه ويلكم. تمام. دي كل الفكره. لو انت لاحظت في المشكله الاولانيه كان بيقول لك ان شوف unexpected indented block، يعني المشكله في الاندنتيشن. طب ليه؟ لان المفروض ده يكون البادي بتاع الكلاس دي يكون تحتها، فلان انت مش عاوزه يكون كده، انت عاوز يكون كلاس خارجي فبتستخدم هنا كلمه بس. ودي كانت الفكره من فدلوقتي لما تنفذ الامور تمشي معاك كويس. تمام. كده درس النهارده يكون خلص. ان شاء الله الدرس الجاي نبدا نشوف على بعض الاكزامبلز الكتيره عن اللوب بجميع اشكالها من البسيط للمعقد. انتظرونا ان شاء الله في الدرس الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.